بسم الله الرحمن الرحيم. إمارة حبايب، إخوتي وأخواتي الكرام قيادة وشعبا في مصر الحبيبة، إخوتي وأخواتي السوريين اللاجئين في مصر والعالم، أرجوكم أن تستمعوا لهذا النداء شاكرا لكم حسن إصغائكم. لقد أكرمتنا مصر، لكننا أصبحنا نستمع اليوم لأجراس تقرع فيها قائلة لنا كفاية أيها السوريين، ولا نستطيع العودة إليها. لن أطيل على حضراتكم ولن أتكلم بعيدا عن الفكرة. اقتراحي هو أن تقوم حكومة مصر بنقل كل السوريين على أرضها قريبا من مثلث حلايب، ثم الاتفاق معهم باسم الحكومة المصرية من جهة، ورجال الأعمال السوريين في مصر من جهة، ممثلين عن الجالية السورية، ليجعلوا من تلك المنطقة الممنوحة لهم ضمن الاتفاق نموذجا اقتصاديا يشبه إمارة هونغ كونغ، فلا تتجاوز بحال الكيلومترات المربعة، لكن يكون نواة تلك الإمارة والاغتراب فيها ممنوحا للسوريين أولا، فتمنحهم اعترافا وصلاحيات ومزايا استثمارية وعالمية تشبه الإدارة الذاتية لمدة طويلة، وتتيح لكل السوريين في مصر والعالم الانتقال منها وإليها والحصول على جنسية الإمارة المؤقتة ضمن شروطها الإدارية، ثم تعود بعدها تلك المنطقة وإدارتها بالكامل في نهاية مدة التعاقد الممنوحة لهم للسيادة الكاملة لمصر، فهي إدارة مدنية وحيادية ومؤقتة، أكبر من منطقة اقتصادية، وأكبر من دولة، وأقل وأصغر من دولة مستقلة. هونغ كونغ التي وضعتها بريطانيا كميناء وبيت ونموذج مصغر استهدفت من خلاله تدمير حارة ضخمة اسمها الصين، لكن